حبايبي الحلوين، كان يا مكان في قديم الزمان كان في غابة بعيدة، كانت الريح بتنط فيها من ورقة لورقة، لدرجة إن الأشجار كانت دايما بتتحرك والطيور بتغني بصوت جميل. لكن في حاجة غريبة حصلت، الغابة بقت بتتكلم، يعني الأشجار بتقول صباح الخير، والورد بيقول ابعد رجلك، والحجر يقول رجلي. الناس خافت والحيوانات بدأت تستخبى، إلا مجموعة صغيرة قررت تكتشف السر، وهم بقى موزة، وده كان قرد شقي بس قلبه طيب جدا. زوزو زرافة طويلة ورزينة بتفكر قبل ما تتكلم. تونة سلحفاة بطيئة جدا بس دماغها تشتغل زي الساعة. لوزة بومة صغيرة حابة تثبت إنها شجاعة زي الكبار. وفي يوم من الأيام وهم ماشيين في الغابة سمعوا الشجرة بتصرخ. الشجرة بتصرخ بصوت عجيب، حد يطلعني من هنا. موزة قال ده صوت شجرة بتتكلم، بس الشجر مش بيتكلم يا جماعة. أما تونة قالت هيبقى في سر أو حد بيمثل، وده معناه إن في لغز. قرر الأربعة يبدأوا مغامرتهم للبحث عن مصدر الأصوات. وصلوا لعش فوق الشجرة، لقوا طائر لونه أخضر بيلبس نظارة وبيقول بصوت إنسان اتأخرتوا جدا، الغابة في خطر. الطائر ده اسمه فرفور، وبيحكي إن من مدة في جهاز سحري اتدفن في أرض الغابة، وبدأ تطلع منه موجات تخلي كل حاجة تتكلم. لكن الجهاز ده لو ما اتقفلتش طاقته قبل القمر ما يكتمل، الغابة كلها هتتحول للأصوات والناس مش هتعرف تعيش تاني. كان في كهف اسمه كهف الظلال. الكهف ده كان ضلمة جدا، وكان لازم اللي يدخل فيه يعدي على بلاطات بس ترتيبها كان غلط لدرجة انه ممكن يخلي الكهف يقع. تونة استخدمت ذاكرتها القوية وقالت الحل في شكل أوراق الشجر اللي وقعنا عليها قبل الكهف. في الغابة كان في نهر اسمه نهر الضحك. ليه نهر الضحك؟ كان في موجة مية كل شوية تعمل صوت ضحك غريب، أي حد يسمعه يفضل يضحك ويضحك ويضحك لحد ما يقع. زوزو قالت مش هنعدي غير واحنا قافلين ودننا وماسكين في ايدين بعض. وكان في شجرة اسمها شجرة الزعل. لقوا الشجرة دي بتقول أنا زعلانة جدا، محدش سأل عليا. موزة قال لها أنا آسف يا شجرة، كنت مشغول، بس دلوقتي إحنا معاكي. وكانت النتيجة إن الشجرة صلحتهم وفتحت لهم طريق سري. وفي الآخر وصلوا للجهاز، وكان جوه حفرة، بس لو حد قرب من غير نية صافية الجهاز يصعقه ويموت. لوزة الصغيرة قررت تنزل وقالت أنا نيتي صافية، مش عايزة غير أنقذ الغابة. وفعلا أول لما لمست الجهاز النور قل والأصوات اختفت، والغابة رجعت هادية والأصوات رجعت طبيعية. كل حاجة في الغابة رجعت طبيعية، بس الحيوانات كلها بقت عارفة إن في أبطال حقيقيين هم اللي أنقذوا المكان. صغير طويل، بطيء أو سريع، كل واحد فيهم كان ليه دور. الشجاعة مش بالحجم والحكمة مش بالسرعة، ولما تكون نيتك صافية تقدر تغير الدنيا حتى لو كنت بومة صغيرة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟